في مواجهة لا تقبل سوى بالانتصار فقط، يواجه الأهلي نادي صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ومعلق المباراة هو عصام الشوالي. مواجهة يحتاج فيها الأحمر لأي انتصار والتأهل للنهائي بعد التعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف. المباراة يحضرها أكثر من 60 ألف متفرج، تحتاج اللاعبين إلى التركيز والروح للفوز بالمباراة، وأن يستغلوا عامل الأرض والجمهور، ونحتاج للفوز بهدفين للعب بتركيز وإنهاء الأمر لصالح الأهلي. تشكيلة الأهلي للمباراة: 4-3-3. الشناوي في المرمى، 4 في الدفاع، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال مصطفى العش، في قلب الدفاع رامي ربيعة وأشرف داري، 2 في وسط الملعب ارتكاز مروان عطية وأكرم توفيق، قدامهم رقم 10 إمام عاشور عشان يزيد في المساحة. هيلعب في الجناح الأيمن حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر، وبنسبة كبيرة هيبقى طاهر محمد طاهر. على الشمال أشرف بن شرقي، وفي الهجوم جراد يشار. أشرف بن شرقي عنده قدرة على المراوغة والتسديد، ولو لعب أشرف بن شرقي لازم 2 يأمنوه لأنه دفاعيا مش أفضل حاجة. وأهم حاجة نستغل البداية القوية والحماسية، وإن الجمهور يشجع بحماس، ونستغل البداية القوية ونسجل هدف بأمر الله. بعد تسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي نسعى إن احنا نأمن بهدف آخر، لأن التعادل في صالح نادي صن داونز. قول لي رأيك في التشكيلة وتشكيلة الأهلي من وجهة نظرك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.